الاهلي النهارده كان فايق ورايق ومتدلع وعامل كل حاجه. الشوط الاولاني كان تقريبا يعني ايه، عمل شوط اولاني احسن من بقاله فتره كبيره ما عملش شوط اولاني بالجمال ده. اهلا بيكم في حلقه جديده. وقبل ما نبدا طبعا الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس كده عشان ايه، ودوس لايك عشان فوز الاهلي فاز كده يا عم، وفرحنا زي ما الاهلي فرح النهارده وكسب. طبعا عارف بتاع جمهور الاهلي. وبص، هو مباراه النهارده كان الاهلي كان فايق ورايق ومتدلع. بص كان مدلع غزل المحله النهارده، عمل كل حاجه النهارده في الكوره، بالذات الشوط الاولاني. الشوط الثاني انت كنت ممكن ما تتفرجش عليه خالص، او ممكن تلغيه خالص من الماتش، يعني اكنه ما جاش ولا في اي حاجه جديده يعني، ولا في اي حاجه غريبه خالص. ولا في اي حاجه مفيده اصلا، مفيش حاجه مفيده اصلا في الشوط الثاني. تمام. رفعت معلول في الجون الاولاني، هي الجون الاولاني رفعت معلول وبيرسي تاو حطها، يعني حطه حلوه، بس الكره كانت ضعيفه. انا حاسس الكره كانت ضعيفه كده، الجون بتاعهم كده مش عارف اسمه الحضري على ايه، بس ما يعني ايه، تعبان خالص. الكره دي تتجاب سهل يعني، هو حاططها بزاويه وكل حاجه، بس هي في زاويته. فحسيت ان هي برده غلطه الجون. برده مش هنغفل ان هي احلى حاجه في الجون الاولاني هي رفعت معلول الصراحه، يعني حاجه جامده جدا. واهو بيرسي تاو برده جاب جون بعد فتره كبيره قوي، ما شافش الملعب ولا شاف الجمهور ولا شاف النجيله ولا عمل اي حاجه. فكويس النهارده جاب جون، وحتى بعد ما جاب الجون دخل نام عشان ايه، يقول لك يا جدعان انا صحيت من النوم بقى اهو فايق لكم، وهتشوفوا الفتره الجايه بالذات النادي الاهلي اللي كان فايق قوي 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 الشوط الاولاني، وكان عمال بقى ايه، انت عارف ملعب غزل المحله صغير كده. فلا النهارده هو بيرسي تاو واخيرا رجع بعد غياب طويل قوي، بقاله يعني تقريبا ما شفتوش، حاسس بقالي سنه ما شفتوش تقريبا، ما بيلعبش خالص يعني. موسيماني كان بيلعب بعد موسيماني مشي، ما حدش شافه خالص في الملعب. ما حدش شاف بيرسي تاو في الملعب بعد موسيماني مشي. فالنهارده حلو وادى، وبعد جاب الجون بقى دخل ايه، نايم بقى يا جدعان، ايه سيبوني نايم زي ما انا، هو انا فوقت لكم والجو ده. وبرونو سافيو الصراحه، برونو سافيو يعني هو مش قفشه، يعني برونو سافيو هو مش قفشه. سافيو مش اللاعب اللي يلعب اللي حواليه، لا برونو سافيو لاعب يقدر يكملها جنب 18، يقدر يروح على الجبهه اليمين ويحدك على الشمال، عنده مهاره اعلى بكتير قوي من قفشه، بس مش ما بيعرفش يدي اسيستات زي قفشه. يعني قفشه هو مخصص ان هو يلعب الناس، برونو سافيو لا، هو بيخش في ال 18، يخش ناحيه اليمين، يخش جناح يمين، يخش جناح شمال، يتحرك براحته. يعني هو كولر مديله الحركه براحته. والصراحه من ساعه ما جه الصراحه عمل، وعنده لمسه برازيليه برده مختلفه كده. الجون الثاني هي مهاره عبد القادر عنده مهاره فرديه جامده جدا، بس مشكلته الوحيده والازليه ان هو ما بيلعبهاش للجماعيه. يعني هو بيلعب فردي بس، ما بيلعبش كوره مثلا يمرقص واحد وراح جاي مباص، يمرقص واحد وراح جاي مدي رافعين مثلا دي ثرو، يمرقص واحد، لا هو بيمرقص واحد وعايز يمرقص الثاني والثالث. دي العيب الوحيد في عبد. بس عبد القادر لو بيلعب الكوره، لو بيستغل مهاراته دي بان هو للجماعيه وللفريق، عبد القادر ده هيوصل في حته تانية جدا جدا جدا، وهيوصل الاهلي لحته تانية احسن طبعا. طبعا الف مبروك طبعا النادي الاهلي، والف مبروك طبعا جمهور النادي الاهلي، وطبعا مبروك طبعا كولر النهارده كان ماشي مباراه كويس جدا. طبعا زي ما قلت لكم الشوط الثاني ولا ليه اي 30 لازمه. كان ممكن ما يتلعبش اصلا من الاساس، بغزل المحله كان مستسلم تماما تماما تماما، والاهلي تحس ان هو ايه بقى، ايه ماشي كوره على البطيء كده على الخفيف، اللي هو ايه هنا وهنا وهنا، حاجه كده ايه خفيفه ومية مية. بس كده خلاص تمام.